لمن فاته مشاهدة مباراة تأهل الوداد الرياضي إلى نهائي الدوري الإفريقي على حساب الترجي الرياضي الذي طال انتظاره بالنسبة لجماهير الوداد، والذي ضمن معه فريق الوداد مبلغ 3 ملايين دولار، أو لمن يريد إعادة مشاهدة المباراة ليدقق ويتمعن في كل تفاصيلها مع الاستوديو التحليلي. سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. الفوز الذي تأخر لكنه أتى في النهاية. الترجي الرياضي لطالما شكل عقبة في طريق الوداد لحصد الألقاب مرارا وتكرارا، وحرم الوداد من ألقاب كثيرة. هذه المرة جاء الدور على الترجي وأنصاره ليشربوا من نفس الكأس. أنا هنا لا أدعو إلى الفتنة أو التعصب أو ما شابه، هي مجرد مباراة في كرة القدم، مرة تسعد ومرة تحزن، هذا هو حالها. التأهل الذي طال انتظاره لمرات عدة وإن جاء بشق الأنفس لكنه نهى معه عقدة دامت لسنوات. فآن الأوان لمحب الوداد الفرح بهذا التأهل الذي أصاب عصفورين بحجر واحد، وعينهم الآن على اللقب في أول نسخه. وفي حالة فوزه باللقب، إضافة إلى الجائزة المغرية التي تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار، والتي سوف تنعش خزائنه، والتي سوف تمكنه من تدعيم الصفوف وتقويتها بلاعبين جدد في الميركاتو الشتوي بالخصوص. والوداد ينافس على دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي تقوية حظوظه للفوز مرة أخرى بدوري أبطال إفريقيا بعد أن ضاع منه اللقب في آخر نسخة ضد الأهلي في نهائي مباراة الإياب بالدار البيضاء وأمام أنصاره، بعدما كان قريبا من ذلك للمرة الثانية تواليا. إضافة إلى كل ما سبق، في حالة الفوز بلقب الدوري الإفريقي سيكون الوداد من بين أكثر الفرق فوزا بالألقاب في السنوات القليلة الماضية.